دقيقة كلام فلسفة. ديكارت بدأ وكأنه فقد الإيمان في كل شيء، وهنا بيطرح للقارئ قصة الشيطان أو العبقري الشرير اللي اتكلمنا عليها في الحلقة الأولى كأداة لعدم الانزلاق في تيه الشك. ديكارت هيفترض إن في شيطان شرير قادر على خداعه وإيحاء أي شيء له، ولما بيلاقي نفسه بيفكر في معتقد أو فكرة هيسأل نفسه: هل الشيطان ممكن يخليني أصدق الفكرة دي على إنها صح حتى لو كانت خطأ؟ لو إجابته كانت يبقى لازم يلغي الفكرة دي لأنها أصبحت مشوبة بالشك. عارف إيه اللي بتفكر فيه؟ ديكارت كده حط نفسه في مأزق، لأن مفيش شيء مش ممكن ما نشكش فيه. الشيطان أو العبقري الشرير ممكن يخلينا نصدق أي حاجة لأنه بيمتلك سيطرة كاملة علينا. ديكارت وجد نفسه من غير أرضية علشان يبدأ صراعه مع المشككين، وشكله كده هيخسر المعركة من الجولة الأولى. اليقين الأول، هي دي النقطة اللي عندها ديكارت أدرك إن في معتقد واحد بس ما عندوش شك فيه، وهو اعتقاده في وجوده. ديكارت طبق تجربة الشيطان الشرير على فكرة وجوده، فلقى ان الحالة الوحيدة اللي الشيطان يقدر يخليه يعتقد في وجوده هو انه يكون له فعلا وجود. ازاي ممكن يشك في وجوده الا اذا كان له وجود علشان يشك في الوجود ده؟ عارف ان الجملة صعبة شوية. فكر، لو ملكش وجود ازاي عندك شكوك دلوقتي؟ لازم يكون ليك نوع من الوجود علشان تقدر تشك في اي شيء، حتى الوجود ده نفسه، وكده يبقى اكيد ليك وجود.